حتى اصحابنا مجازين ما جاش اول امس وما جاش امس وما جاش اليوم المدير، او المدير يحشم يعيط له يخليه يجي يفهمك. شي مستخلف ولا كفايه؟ لا لا رؤوف مرسل فريج. شنو غايب ولا المشكل صاحبنا مجاز المدير في العلم عبد الرزاق حديد. لا شي ما جاش ولا ما خدمش؟ مريض ولا كل عذره معاه؟ لا لا يقول له قال لك المدير عيط. نعرف ما جاش وما بعدش. يا ولدي هذا صاحبنا وش العدد 3 ايام من المدير عيط خليه عيطوا قول لهم روحها في المرض وما ما نجيش روحهم. قول له محتاج هو ما حبش يسجل قال لك محتاج اول امس ما جاش قال لك الاربعاء ما جاش غدوه البارح ما جاش يقول لي جيت برا تاكل عند الدراري طلع ولا لا شو بدهم استاذ ولا معلم ولا وش فيه؟ لا هو شيخ مش بيبرسم اللي بس عنا غير قال مبراني البلاصه دي طلع عندنا حاجه جات 10 روح حق فيه ما يدير مدير بعد درت قطو معنا في التجمع وجاي التجمع قال لي ما جاش الاربعاء ما جاش اتصل بي خير انا او قادر المدير يقول لك انت ما دام معك في التجمع اعطيه البرطاب يكلمك تقعد عندك تبع عنجاله الواحد اتصل بالمدير تاعي توفينا بالمطرق ولا ايش؟ زهيرة حق انا جبت طبيب جيزي اعطيني نمرة سكينة هذيك النهار بس انا اكلمها عندي خلاص عندك تعرف اعطيني نمرة سكينة كلف لا راح تحكي انا ممكن هناك تلقاه بس ونعطوا لها آلية انضموا يا موظفين بارك الله فيكم انضموا اجمعوا شيء اجمعوا شيء ما عندي لا 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 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد أيها الزملاء يسر التكسر النقابي أن يدعوكم ومن جديد المتجدد إلى المطالب المشروعة للجنوب إضافة إلى القانون الأساسي لعمال التربية. وكما تعرفون أن هذه الوقفة الاحتجاجية كانت مطالبة أمام الولاية، ولكن تعرفون أن الوالي اليوم والي ولاية الواد سيتم تنصيبه من قبل معالي وزير الداخلية، وبالتالي نظرا لهذا الظرف الحساس التقينا إلى تغيير مكان الوقفة الاحتجاجية إلى مديرية التربية التي هي أقرب مكان إلى الولاية، وأتمنى من الجميع أن يعذرنا على ذلك.
لأن ظرف حساس تعرفون، وتنصيب السيد الوالي هو عبارة على حدث، ومعالي وزير الداخلية عبارة على ضيف، فاستطعنا أن نتنازل نحن ونقيم وقفة الاحتجاجية هذه أمام مجلس التربية. وكما تعرفون أن المطالب هي نفسها تقريبا مطالب التكتل النقابي للجنوب، وهي تحييل منحة المنطقة التي تمس جميع عمال الجنوب، وكذلك معالجة القانون الذي تم على اثر الاستفادة من منحة الجنوب، وهي معالجة عرجاء، بحيث انها من السنة 11 ونحن نطالب بتعليم المنحة على جميع الموظفين. اضافة الى ذلك وهو خصوصية المنطقة فيما يخص العطل بالنسبة للتربية، بالاضافة الى ذلك احتساب خدمة الجنوب في المعاش. اظن هذه اهم المطالب التي تخص نقابات تكتل الجنوب. اضافة الى ذلك اريد الان ان احيل الكلمة الى السيد ابو بكر منصور، وهو المنسق الولائي لنقابة اساتذة التعليم العالي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم إخواني زملائي العمال والموظفين والأساتذة. نحن نلتقي للمرة الأولى في الجولة الثانية بعد الموسم الماضي بحول الله تعالى، وهذا اللقاء ربما يعتقد البعض يحمل 3 رسائل أساسية فقط. أننا نتوقع زيارة الوزير الأول إلى ولاية واد، ستكون الرسالة واضحة إذا اعتقد أن إعطاء والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الزملاء الأفاضل، عودة جديدة وقفات النظام المتكرر إلى غاية إن شاء الله تحقيق جميع المطالب. نحن اليوم أقل ولكن لن نفشل بإذن الله. حققنا جزء من المطالب وننتظر تحقيق كل المطالب بإذن الله. إصراركم أنتم هو الدافع الذي يجعلنا دائما نواصل درس النضال وعدم التراجع عن مطالبنا المشروعة. كما سبقني زملائي آنفا أن هذه المطالب التي نطالب بها ليست جديدة. كل المنح التي طالبنا بها موجودة في قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كل الاستفادات التي نطالب بها من احتساب أقدمية الجنوب في مقرر المعاش موجود في دستور وقوانين الجمهورية الجزائرية منذ سنة 1972. أيها الزملاء، مطالبنا ستظل مشروعة إلى قيامة سيدنا عيسى. مطالبنا ستبقى وبإذن الله سنناضل من أجلها ما دام موجود من يقف معنا في وقفات أمام الولاية وأمام مديرية التربية. سبقني زملائي في تبرير الموقف حيث أننا حورنا هذه الوقفة من ولاية الوادي إلى مقر مديرية التربية ومستشفى بن عمر بشير النصر. سبب هذا التحوير هو ما هو موجود اليوم على مستوى ولاية الواد. تعرفون أن معالي وزير الداخلية موجود من أجل تنصيب سيد والي الولاية الجديد. هذا يعتبر بالنسبة للولاية كعرض. نحن أهل للتحضر ولا نريد أن نقوم بأشياء يعني ترجم. نحن مصرون على تعميمها على جميع الموظفين. نحن مصرون على تعميمها على جميع الموظفين دون استثناء،
وعلى الأثر المالي الرجعي لها منذ 2008. زملائي، إليكم الآن نص الرسالة التي سيوجهها التكتل النقابي لولاية الواد إلى معالي الوزير الأول عن طريق السيد وزير ولاية الواد. بسم الله بسم الله. اطلع تشكل النقابات الوظيفة العمومية لولاية الواد. نطف، كناس، ينطف، نطف، ولطف. الواجب في 18 نوفمبر 2013 إلى معالي الوزير الأول. الموضوع: طلب التدخل لتحقيق المطالب موظف الجنوب. معالي الوزير الأول، تحية عمل وبعد. إن موظف الجنوب ولاية الواد بالضبط يرفعون إلى معاليكم انشغالاتهم الثالثة والمتمثلة في: أولا، تعميم منحة الامتياز بين قوسين الجنوب على كل العمال والموظفين دون استثناء، والأثر المالي الرجعي لها من 1/1/2008. ثانيا، تحيين منحة المنطقة حسب الراتب الحالي، والأثر المالي الرجعي لها من 1/1/2008. احتساب أقدمية العمل في مناطق الجنوب بمقرر المعاش. إعادة النظر في توقيت العمل والدراسة والعطل في فصل الصيف. إعادة النظر في مصاريف المهام. التسريع بإنجاز وتوسيع سكنات الجنوب وفق الصيغ المختلفة التي تخدم الموظف. معالي الوزير الأول المحترم، إن موظفي الجنوب ولاية الواد بين قوسين عازمون على مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب بكل الطرق الحضارية والتي يخولها القانون الجزائري. وفي انتظار تدخلكم تقبلوا منا رائق عبارات الاحترام والتقدير. انتهى. زملائي، كما أسلمت أن الوقفة هي وقفة مزدوجة، وقفة لمطالب الجنوب ووقفة يقررها المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من أجل قانون من أجل اختلالات القانون الخاص التي يعجل ويطالب استعجالا باستخدام ما يصحح هذه الاختلالات. وبناء على ذلك هنالك رسالة ثانية تخص منتسب التربية فقط، من أجل هي رسالة وطنية طبعا لكل ولاية الوطن يقرأها علينا الأستاذ نور الدين القاسم من رئيس المكتب الولائي، من أجل أن ترفع أيضا إلى معالي الوزير الأول، وهي رسالة وطنية. إذن الرسالة التي سنوجهها طبعا تعم عمل التربية يا إخواني، وهي كالآتي: إلى معالي الوزير الأول عن طريق والي ولاية الواد الذي هو بصدد تنصيبه اليوم. الموضوع: طلب التدخل لتصحيح اختلالات القانون الخاص بالتربية 12240 وحل المشاكل العالقة. معالي الوزير الأول محترم، تحية عمل وبعد. نقف اليوم 18/11/2013 نحن عمال وموظفو قطاع التربية لولاية الواد في وقفة احتجاجية بناء على قرار المجلس الوطني الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المنعقد يومي 28 و 29 أكتوبر 2013 بتنويت محمد بن فتيفة بالبليدة، والذي يطالب بتصحيح اختلالات القانون الخاص بقطاع التربية 12240، بالإضافة إلى المشاكل العالقة على غرار مطالب الجنوب وتحسين وضعية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر. معالي الوزير الأول المحترم، أماننا كبير في تدخل سيادتكم من أجل هذه المشاكل، وتقبلوا فائق عبارات الاحترام والتقدير. إذا هذه الرسالة أنا موجهة إلى السيد معالي رئيس الحكومة أو الوزير الأول من أجل إنصاف عمال موظفي قطاع التربية. طبعا الوطن كله، لأن الآن ترى في كامل الولايات بالنسبة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أراهم دايرين وقفات احتجاجية أمام الولايات، استثناء
الجزائر العاصمة، لأن تعرف الجزائر العاصمة مستحيل أن تقف أمام الولاية، وبالتالي يضطروا حتى هم كيف نحن راندرينها أمام مديريات التربية. الجزائر العاصمة فيها 3 مديريات تربية، الجزائر وسط والجزائر شرق وغرب. إذا وبالتالي المطلب أو الإنسان هذه تقريبا هي موحدة في 48 ولاية تخص عمال وموظفي قطاع التربية بالجزائر. طيب، وفي ختام هذه الوقفة الاحتجاجية لا يسعنا إلا أن نشكر الجميع على وقفتهم هذه، وتأكدوا إخواني أنها ليست الأخيرة كما دائما نقول، وقفات تتلي الوقفات إلى غاية تحقيق جميع المطالب، وهذا هو النظام. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.